أهلا بيك. في الفيديو ده هوضح لك إزاي تسوق لنفسك أو مشروعك على السوشيال ميديا بطريقة صحيحة. الفيديو ده فيه خلاصة ممارسات وتجارب ومذاكرة لمدة 8 سنين في مجال الديجيتال ماركتينج والتسويق على الديجيتال ماركتينج. النصايح اللي هقولها في الفيديو ده لو أنت استمريت لمدة سنة تمارسها هتزود العملاء بتوعك، هتزود متابعينك، هتزود مبيعاتك، هتزود رصيدك في حسابك البنكي. من متابعتي للناس على السوشيال ميديا سواء على البروفايلات الشخصية أو على الصفحات البيزنس، بلاقي إن الناس بيعملوا ممارسات معينة واعتقاد منهم إن هم بيعملوا تسويق. في ناس من اللي أنا أعرفهم أو متابعهم، ومش مقصودش حد معين بعينه يعني، ولكن دي ظاهرة. هم بيدرسوا البيع أو التسويق، أو هم درسوا البيع أو التسويق، ولكن بيجوا عند الحتة بتاعة البروموشن اللي جزء منها الديجيتال ماركتينج، ومش بيطبقوا اللي هم ذاكروه أو هم بيدرسوه. فبنلاقي الناس الممارسات اللي بيعملوها على السوشيال ميديا إيه؟ إن هم بينشروا بوستات، بينزلوا نصايح ومقولات، بينزلوا حكم، بينزلوا صباح الخير، بيقعدوا يصيحوا، ينزلوا صياح واحنا تعبانين والعملاء واحنا بنقاسي واحنا مش عارف ايه وايه، بيقعدوا يعملوا صياح، بينزلوا صورهم عشان يبينوا قد ايه هم شكلهم حلو، قد هم جمال، وقد ايه هم ستايل. وفي النهاية الممارسات اللي هم بيعملوها دي في الاخر هم مش بيجذبوا العملاء المحتملين بتوعهم، او مش بيزودوا مبيعاتهم، او في النهايه اصلا مش بيكون عندهم البيزنس او الاونلاين بيزنس، او مش بيعملوا الممارسات اللي تؤدي الى ان هم بيسوقوا للبيزنس او لنفسهم. بيجذبوا اشخاص هم بينتبهوا فقط لصورهم، او بينتبهوا فقط للمقولات بتاعتهم، او بينتبهوا فقط للصياح بتاعهم، وبيعملوا لايك على المأساة اللي هم عايشين فيها. فاللي انا عايز اقوله ان ده غلط. احنا المفروض ما نعملش كده. احنا درسنا البيع والتسويق، فاحنا عارفين ان التسويق هو دراسة السوق والعملاء واحتياجات العملاء وسد احتياجات العملاء. والبيع ان هو ما اعرفش الناس بتعرفه ازاي، بس انا التعريف اللي انا درسته او اللي اعرفه ان احنا بنظهر قيمة الشيء اللي احنا عايزين نبيعه، سواء برودكت او خدمة، او انا شخصي بظهر القيمة بتاعة الشيء ده علشان اوصل العميل بتاعي اللي هيدفع فلوس ان هو يكون عنده اقتناع، وانا مش بأثر على اقتناعه ولا بقنعه ولا بقنع العميل. اصلا انا مش بأثر على اقتناعه ده. يعني هو لو مش مناسب ليه البرودكت او السيرفيس دي، انا مش دوري ان انا اقنعه ان هي مناسبة، ولكن انا دوري ان انا اظهر له قيمة الشيء ده، فيكون هو وصل لمرحلة ان هو هيدفع 1000 جنيه وهو هياخد قيمة اكبر من المال اللي هو هيدفعه. فده التسويق وده البيع. فاللي انا عايز اقوله اني بشوف ممارسات من الناس اللي درسوا التسويق او درسوا البيع او بيدرسوهم بشكل خاطئ، واعتقادهم منهم ان هم بيعملوا لنفسهم تسويق. طيب انا عشان اسوق لنفسي على السوشيال ميديا، والنتيجة في النهاية ان انا عشان كتسويق يعني انا محتاج ان انا انتشر، اعمل اويرنس، اوصل للعملاء بتوعي، وفي النهاية يدفعوا لي فلوس. فعشان انا استفيد من السوشيال ميديا بشكل صحيح، فانا لازم اكون السوشيال ميديا عندي بتحقق 3 حاجات. تمام؟ ودي الفانل اللي احنا عمالين نسمع عنها، والناس تقول الفانل والسيلز فانل والماركت فانل، ولكن مش يعني انا اللي انا بشوفه ان الناس مش بيطبقوها او مش بيعملوها، مش بيمارسوها. فانا عشان الخص الموضوع، احنا محتاجين ان المحتوى بتاعنا على السوشيال ميديا، البوستات بتاعتنا على السوشيال ميديا، المحتوى بتاعنا يكون
بيعمل 3 حاجات، يعني كل بوست انا بنزله يكون بيعمل حاجه من الثلاثه، بيعمل حاجه من الثلاثه. الاولى جذب العملاء، جذب انتباه عميلي، جذب انتباه عميلي، دي اول خطوه. فانا عشان اجذب انتباه عميلي، فانا الاول لازم اعرف مين هو عميلي، وادرس عميلي، واحدد العميل بتاعي، واشوف العميل المثالي بتاعي، وادرس احتياجاته، واشوف هو عايز ايه، وايه اللي المفروض انا اعمله عشان وهو بيسكرول على السوشيال ميديا، سواء بيشوف البوستات او بيشوف فيديوهات او ريلز، يقف عند البوست بتاعي او المحتوى بتاعي وينجذب ليا. يبقى دي اول خطوة، لازم المحتوى بتاعي يكون بيجذب انتباه العملاء بتوعي، ولازم احدد عميلي كويس قوي، والمحتوى اللي عميلي عايز يشوفه، واخلي العميل بتاعي يقف وينتبه لي. يبقى دي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية هي الرعاية، الاهتمام بالعميل، بناء علاقة، الرعاية العميل. يعني انا عميلي اول ما انتبه لي، انا لازم ابني معاه علاقة، ارعاه، اهتم بيه عشان هو ياخد قيمة. فلازم يكون المحتوى بتاعي بعد ما جذب العملاء بتوعي يكون بيدي قيمة للعميل، بيوصل العميل في مرحلة ان هو وثق فيا وشافني خبير، او شاف ان انا عندي ادراك بمشكلته، وان انا قادر احل له مشكلته واقدم له قيمة، ويكون يعني من كتر القيمة اللي انا بديها له او المعلومات، هو يكون عنده اعتقاد ان هو خلاص مش محتاج لي، هو خلاص هو اوير بالمشكلة بتاعته، هو اوير بالمشكلة بتاعته. ودي قصة كبيرة قوي بنقول فيها العميل اللي هو اوير بمشكلته، والاوير بالحل، والاوير بيا. فلازم العميل في الاول اللي هو مش ما عندوش ادراك بمشكلته، فلازم يكون عندي محتوى بيعرف الناس المشكله بتاعتهم عشان يبقى اوير بيها. وبعد كده لازم اعرفه الحل بتاعي اللي انا بقدمه، فلازم يكون هو اوير بالحل. وبعد كده لازم يكون هو اوير بيا، عارفني انا، واثق فيا، عشان ياخد الخطوه ان هو ايه، يتعامل معايا، يشتري مني الخدمه او المنتج. يبقى اول حاجه جذب انتباه العملاء، اللي احنا بنسميه الليد جنريشن، لازم المحتوى بتاعي يولد ليد جنريشن. تاني حاجه، بعد ما بيجيلي الليد انا لازم اهتم بيه وارعاه، بس بشرط انه يكون هو العميل المثالي بتاعي. يعني انا سي انجذبوا لي 100، ال 100 ممكن يكون فيهم ناس مش العملاء بتوعي، فانا لو اهتميت بيهم وقعدت ان انا ارعاهم، فانا كده شغال غلط وبهتم بناس غلط. لا، بهتم وبرعى العملاء المحتملين او العميل المثالي بتاعي عن طريق المحتوى، وعن طريق المكالمات او الايميل سيكونس او ايا كان، عشان يحصل معاهم ايه، تاتش بوينت. تمام. يبقى اول حاجه جذبت عميل، راعيت العميل او بنيت علاقه معاه. الخطوه الثالثه ان انا احول العميل ده من محتمل الى عميل بيدفع لي فلوس. يبقى اللي انا عايز اقوله اني احنا درسنا التسويق او البيع او بندرسه، ولكن اللي انا بشوف ان الناس مش بتمارس التسويق والبيع بشكل صحيح على السوشيال ميديا. فالحل، انا الهدف من المحتوى ليس نشر المحتوى. يعني انا بنزل محتوى مش عشان ابقى بنزل محتوى، لا، المحتوى بنزله عشان السايكل دي، عشان الفانل دي. بحدد عميل محتمل كويس قوي وبدرسه كويس قوي، انا هعرف اخدمه، وانا هعرف او المنتج بتاعي بيساعده فعلا. بعد كده بعمل محتوى عشان العميل ده يرفع ايده ويقول له انا اهو، يقول لي ايوه انا العميل اللي انت بتدور عليه، انا الشخص اللي بدور عليه. او هو يقول لي ايوه انا ما صدقت لقيتك، فعلا انا ما صدقت لقيتك، انا هيقف ايا كان هو يقول ايه. ولكن اللي انا عايز اقوله ان العميل بتاعي بيرفع ايده ويقول لي ايوه انا اهو. تمام. والناس هتشوف ان انا ساعات بقول للناس قول لي انا معاك، يعني قول لي ان انت الشخص ده، ايوه انا الشخص ده اللي بتتوافق مع الشروط اللي انت قلتها، عشان هو ده عميلك. حتى المرحلة التانية ان انا اهتم بالعميل وابني معاه علاقة بالمحتوى بتاعي على السوشيال ميديا، عشان يثق فيا، وعشان اثقفه، وعشان يبقى اوير بالمشكلة بتاعته وبالحل اللي انا بقدمه له، يبقى واثق فيا. المرحلة الثالثة ان هو يدفع لي فلوس، يتحول الى عميل محتمل. يبقى دي اول معلومة او اول خطوة انا عايز اوضحها. يبقى احنا على السوشيال ميديا لازم نعمل الكلام ده.
لو احنا ما عملناش الكلام ده وبننزل المحتوى باستمرار عشان بس ابقى بنزل محتوى، يبقى في النهايه انا مش هوصل للمرحله دي، يبقى انا بضيع الوقت بتاعي وبضيع صحتي وبضيع الخبره اللي عندي او بضيع البيزنس بتاعي. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه في البيع وفي التسويق، ذاكرنا ان لازم يكون في هويه، للشركه بتاعتي، لازم يكون في هويه للشركه بتاعتي. فمثلا لو انا عملت كده وعملت كده وعملت كده، فطبيعي الام دي الناس هتفهم ان دي ماكدونالدز، والاف دي الناس هتفهم ان دي فيسبوك، والاكس دي حاليا اللي هو تويتر او اكس، والعلامه دي تقريبا اللي هي علامه مرسيدس. فانا كشخص او كشركه لازم يكون في حاجه معينه الناس اول ما بيشوفوها بيفتكروني او بيفتكروا البيزنس بتاعي، سواء اللوجو بتاعي، الالوان بتاعتي، الكلمات بتاعتي، اسلوبي في نشر المحتوى، اسلوبي في الكفر بتاعي، اسلوبي في الصورة بتاعتي، الكول تو اكشن. يبقى لازم يكون في هوية عشان الناس ترتبط معايا بعلامة معينة. يعني انا كأحمد عندي حاجة معينة كده، الناس لما بتشوف حد تاني بيعملها فبتقول احمد بيعمل الحتة دي او بيفتكروني. يعني في بعض الممارسات في ناس لما ناس بتعملها الناس بتفتكرني وتقول احمد بيعملها، او بيرسلوني يقولي فلان بيعمل كذا. تمام. فانت لازم يكون ليك هوية، يبقى ليك شعار، يبقى ليك الوان. في براندات كتير بتستخدم الوان كتير، يعني انا بشوف اشخاص كتير مشاهير وجورو وبيستخدموا الوان كتير، ولكن هم برضو ربطوا الصورة الذهنية عند الناس بحاجات معينة. اول ما بنشوف حاجة معينة بنقول الشخص ده هو اللي عمل الحتة دي، او الشخص ده هو اللي بيعمل الحتة دي، او الشخص ده مشهور بالعلامة دي. يبقى اول حاجة النشر المحتوى، الخطوات، بعد كده الهوية. بعد كده الهوية. لازم يكون ليك هوية. الناس اللي بتتكلم التسويق والبراندنج مش الوان وبتاع، طيب انتوا فين شعاركم؟ انتوا فين هويتكم؟ ايه الحاجة اللي لما انت تقولها او غيرك يقولها الناس تقول الشخص ده او الشركة دي؟ لازم يكون لازم يكون فيه هوية. يبقى دي رقم 1، ودول رقم 2. الحاجة الثالثة وهي القصة. كل براند أو كل شركة أو كل شخص لازم يكون ليه حكاية، ولازم يكون فيه قصة. هو كان في مرحلة ما وضعه كذا، سلوكه كذا، حياته عاملة كذا، وخد طريق ووصل للمرحلة كذا. المنتج نفسه لازم يكون ليه قصة، هو طلع من وراها مشكلة معينة ومر بيها، هو طلع من وراها. اللي اكتشف الجاذبية ليه قصة معينة بيحكوها، واللي عمل الكهرباء في قصة معينة بيحكوها، واللي عمل الطيارة في قصة معينة بيحكوها. فلازم يكون في قصة ليك انت او للبيزنس بتاعك مرتبطة بالبيزنس بتاعك. الناس لما تتحكي الناس يعرفوك او يفتكروك او يقولوا ده الشخص الفلاني او ده البيزنس الفلاني. ده بندرسه في البيع وفي التسويق، ولكن الناس مش بتمارسه، الناس مش بتشوفه، وبيعانوا ان ما عندهمش عمل. يبقى القصه والهويه والفانل. تمام. ان المحتوى لازم يكون ماشي في فانل. طيب القصه دي لازم تكون معموله بالشكل اللي بيتعامل بيه الافلام، فان الناس تبقى في مرحله ما متعاطفين معاك انت كبطل الحكايه، متضايقين على الصعوبات اللي انت بتواجهها او البيزنس بتاعك بيواجهها او كان بيواجهها، وبيتعاطفوا معاك. وبعد كده لما بتنتصر او لما بتوصل لهدفك الناس بيكونوا فرحانين ومبسوطين ومنتبهين ليك طول الفترة. يعني لازم تشارك رحلتك مع الناس او تشارك رحلة البيزنس مع الاودينس بتوعك، زي في الافلام بالظبط. الناس لما بتشوف الكلام ده
بيحصل عندهم افراز للدوبامين، هم بيبقوا مبسوطين وهم متحمسين ليك عشان انت توصل للهدف اللي انت عايز توصل له، او ان انت تحقق اللي انت عايزه، او تطلع من المصاعب دي. فلازم يكون في قصة. مش قصدي ان انت لازم تكون بتعاني وتوصل، مش قصدي ان انا اقول كده، ولكن لازم يكون في رحلة، في قصة انت بتشاركها مع الناس، في قصة انت طلعت منها. يعني انا مثلا بقول ان انا كان عندي شركة وكل الناس عارفة الموضوع ده، والموضوع ده حقيقي. انا كان عندي شركة وبعد كده قفلت الشركة، قعدت في البيت شوية، كنت بدور على موضوع how to get money online. وبعد كده وانا بسوق لشركتي اتعلمت شوية ممارسات على السوشيال ميديا، وان انا ابيلد ويب سايت، وان انا اعمل SEO. فقلت طب انا هقدم الحاجة دي للناس طالما عندي المهارة دي، فانا هبني بيزنس جديد بالمهارة دي. وقعدت ان انا اذاكر في التسويق اكتر، في البيع وازاي اعمل كولد كول وازاي اعمل كلوزنج. وبعد كده جبت عميل الاول والتاني والتالت، وبعد كده حصل عندي الجرو، وبقى هو ده البيزنس بتاعي. ففي قصة في الموضوع، في مرحلة انا مريت بيها عشان اتشكل بالشكل الجديد والنسخة الجديدة اللي انا بقدمها للناس، او المنتج بتاعي او الشركة بتاعتي كانت في حتة ما وراحت في حتة ما، زي اوبر، زي كريم، زي في قصه في الموضوع. فلازم يكون في قصه. يبقى المحتوى الهدف منه مش نشر محتوى، الهدف منه الفانل. لو انا جذبت العملاء وما عملتش رعايه وما عملتش سيلز، الموضوع ماليش لازمه. ولو انا نزلت 100 بوست وعملت مليون مشاهده او مليون انتشار ومش واصل للعميل المحتمل بتاعي، بجذب ناس هم عايزين بس يتفرجوا على لبسي وستايلي وشكلي والحياه اللي انا عايشها، وبشير معهم حياتي وافكاري واهتماماتي ومش عارف ايه وايه. بس طب انا عم بعمل ده بهدف ده ولا بهدف ان انا ابيلد بزنس؟ لو بهدف ده فخلاص هنكمل. لو بهدف ان انا ابيلد بزنس يبقى لازم نجذب العميل المحتمل بتاعنا، اللي هو الكويس المثالي، اللي هو عنده القدره ان يدفع لي فلوس، اللي هو عنده المشكله اللي انا بحلها واللي انا الحل بتاعي مناسب معاه. لازم ارعى العملاء دول واهتم بيهم. لازم يبقى في فانل. يعني الارقام بتقول اني لو انا عملت اعلان على فانل 25% لحد 50% من الاودينس دول هيدخلوا للمرحله الثانيه من الفانل، اللي هي المرحله دي. انا هبدا ارعى الناس دي عن طريق الاوتوميشن او عن طريق المحتوى، ايا كان بقى كل واحد واسلوبه. 3% من الناس دي هيكونوا عندهم القدره ان هم يدفعوا لي فلوس. 3% اللي اسمهم الهوت عندهم القدره او هم مستعدين ان هم يتحولوا الى عملاء. 97% الباقيين دول ينقسموا لناس هم اوير بالمشكله ولكن لسه مش اوير بالحل، وناس تانية ولا اوير بالمشكله ولا اوير بالحل ولا اوير خالص، وهم بس بيتفاعلوا مع كل الناس وبيروحوا على اي محتوى مجاني بينجذبوا ليه وبيتفاعلوا عند كل الناس وهم مش عملاء حد. دول يعني موجودين حوالينا. فال 97% دول انا دوري ان انا برضو اهتم بيهم اكتر عشان احولهم لمرحله ان هم يبقوا هوت ويدفعوا لي فلوس. تمام كده؟ يبقى وضحنا، نقول بنعيد تاني. بيبقى قلنا المحتوى الهدف منه مش نشر المحتوى. الفانل لازم يكون ليك هوية، لازم يكون في قصة. الموضوع بالظبط عامل الناس في التسويق بتشبه الموضوع بالظبط زي المواعدة أو زي الجواز. يعني أنا لازم العميل بتاعي يمشي في رحلة معايا، لازم يكون في إيه؟ في رحلة. العميل بتاعي هنا أهو بيوصل معايا لرحلة ما هنا اهو. تمام؟ هو هنا مش مبسوط والناحيه دي مبسوط. هنلاقي هنا في عميل غاضب مهما تعمله هو مش راضي، وهتلاقي مهما ان انت تحاول تساعده وتقدم له قيمه هو على طول عايز ياخد اكتر او عايز يعصرك اكتر او يستفيد منك اكتر. تمام؟ هتلاقي على الاقل في نسبه 1% من كل عميل انت بتشتغل معاه هتلاقي العميل ده. ولكن الفكره هي عامله زي بيشبهوها في التسويق زي الجواز. انت ما ينفعش ان انا كل البوستات بتاعتي اللي انا بنزلها اشتري 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 اشتري. ده بالظبط عامل زي واحد ماسك ورده ونزل الشارع
وكل واحده ست بيقابلها في الشارع بيقول لها تتجوزيني 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 تتجوزيني. فده الناس هتقول عليه ايه؟ الناس هتقول عليه مجنون. ده الناس هتقول عليه مجنون. ولكن الموضوع مع العملاء او مع المحتوى بيتعامل زي بالظبط زي الشخص لما بيتعرف على واحده ست في الاخر بيطلب منها الجواز. فلازم ان انت في الاول يبقى في قيمه، لازم ان انت تقدم حاجه، لازم يكون في محتوى قيم، لازم نظهر المشكله اللي عندهم، لازم نعرفهم الحل اللي احنا بنقدمه، وبعد كده لازم يبقوا عارفيني وعندهم ثقه، وبعد كده بنطلب منهم الفلوس. تمام؟ فده باختصار اللي انا عايز اقوله. الموضوع ده بالتفصيل او كل نقطه دي ممكن نعملها ازاي، انا عامل تدريب مجاني، ممكن يكون بعض الناس عارفينه شافوه قبل كده، هسيبه في الكومنتات او في البوست، بحيث ان انت تعرف ازاي تبني المسار لعميلك اللي هو ياخده من ان هو مش اوير بيك، بان انت يبقى هو عنده الثقة وتبني السايكل كاملة. عشان كده انا بحب اشتغل بالويب سايت ماركتنج، لان انا في الويب سايت اقدر ان انا اعمل السايكل دي كامله، اقدر ان انا اكتب للناس القصه بتاعتي. لو انا عاملها ببوست هيتوه وسط المحتوى بتاعي، اقدر ان انا اكتب للناس القصه بتاعتي، انا مين، انا بعمل ايه، الخدمات بتاعتي، اقدم لهم مقالات فيها قيمه، اعمل لهم فري تريننج، اطلب منهم ايميلهم، ابعت لهم ايميل سيكونس. لذلك انا بحب ان انا اشتغل ايميل ماركتنج، وايا كان البيزنس اللي انا بشتغل عليه بحب اشتغل بالويب سايت ماركتنج وبالايميلات، لان احنا عندنا القدره ان احنا نطبق اللي احنا بنقوله، ان هو نخلي الناس يرفعوا ايدهم، نخلي العميل بتاعنا يرفع ايده، بعد كده ارعاه، وفي النهايه بطلب منه ان هو يتحول لعميل بيدفع لي الفلوس.